تخيل معايا بنت بتتواصل مع مخلوق فضائي، بس لما الحكومة بتعرف بيتحول كل شيء لحرب، واللي هيحصل بعد كده مستحيل تتخيله. والفيلم بيبدأ بحاجة غريبة جدا داخلة على كوكب الأرض بسرعة، وحاجة مش طبيعية. وفي نفس الوقت تحت الأرض في صياد اسمه ويلف بيتفقد الفخاخ بتاعته، وفعلا بيلاقي إنه اصطاد غزالة وبياخدها بسرعة وبيحطها في عربيته. لكن فجأة الأرض بتهتز هزة جامدة جاية من فوق، وبيكون جسم غريب بيقع قريب منه وبيعمل سحابة تراب ضخمة، والكلب بتاعه بيبدأ يهوهو بجنون، وويلف بيقرر يشوف إيه اللي وقع. الكلب بيجري ناحية الحفرة، وبعد ثواني بيبدأ يعيط بخوف، وبعدها بيطلع يجري مرعوب. وويلف بيقرب أكتر، لكن بيسمع زمجرة غريبة وعنيفة طالعة من جوه الحفرة، فبيمسك البندقية وبيصوب ناحيتها. بس قبل ما يعمل أي حاجة الزمجرة بتعلى أكتر، وبيسمع طلقات نار، وبيشوف الكلب بيجري بأقصى سرعته. واليوم اللي بعده بنتعرف على بنت صغيرة اسمها رينيه، بتحب الحيوانات جدا، وبنشوفها وهي حزينة على السحلية اللي ماتت عندها في البيت. ومامتها ليندا بتزعق لها عشان نسيت توديها لمحل الحيوانات، وواضح إن ليندا تعبانة نفسيا. ورينيه بتحاول تسيبها في حالها، لكن بيقطع كلامهم تشاس جوز أمها اللي هي مش طايقاه خالص. وتاني يوم وهي رايحة المدرسة بتشوف عربية تشاس وتقرر تنتقم منه وتخربشها. وفي المدرسة شكلها في حالها وما عندهاش أصحاب، وصاحبها الوحيد بول وبيحاول يتكلم معاها لأنها زيه بيحب الحيوانات، لكن هي مش فاضياله. وهي راجعة بتفضل تستنى مامتها اللي اتأخرت جدا وتبعت لها رسائل صوتية. وأخيرا ليندا بتوصل، بس واضح إنها مش طبيعية خالص وتصرفاتها غريبة وكأن في حاجة مش مظبوطة. رينيه بتحس بكده وبتسألها لو اتخانقوا تاني، لكن ليندا بتطلب منها تقفل الموضوع. ورينيه في البيت بتحاول تأكل التعبان الأليف بتاعها، بس هو رافض ياكل تماما، فبتحاول تهديه بالمزيكا، بس في الآخر بتزهق وتسيبه. وعلى العشاء تشاس بيلاحظ الخرابيش اللي في عربيته وبيبدأ يولعها خناقة، ولكن ليندا بتحاول تهدي الوضع لحد ما تشاس يشم ريحة غريبة من الميكروويف. رينيه تقول له إنها كانت بتسخن فيه أكل الحيوانات. ساعتها بيفقد أعصابه تماما وبيقولها يا مقرفة، وبعدها بيرمي طبق السلطة في وشها. رينيه بتنهار ومش عارفة تعمل إيه، فبتخرج تاخد نفسها شوية، بس وهي بره بتسمع صوت خناقة جوه البيت، فبدل ما تتدخل بتاخد البيتش باجي بتاع تشاس وتهرب بيه، وبتقف في حتة مقطوعة عشان تفكر. وفجأة بتسمع أصوات غريبة جدا، وبتاخد الكشاف وبتروح تشوف. ولما بتقرب بتلاقي الحفرة اللي شفناها في أول الفيلم، وجواها مخلوق غريب ضخم واقف بيزوم وشكله مرعب. وهنا بتترعب وبتحاول تستخبى، بس تكتشف إن الوحش مربوط بسلاسل في عربية ويلف، والمخلوق بيحاول يفك نفسه بعنف لحد ما بيتعب. ورينيه واقفة مكانها مش قادرة تتحرك من الخوف. ولما تشوف إنه عور نفسه قلبها بيحن، وبتقرب بحذر وبتفك السلاسل عشان أساعده، بس أول ما بيتحرر بيزوم في وشها بشراسة، فبتجري تهرب من المكان بسرعة. ترجع البيت تلاقي مامتها كويسة وبتضحك مع تشاس، وده بيخليها تحس إنها غريبة وسطهم وتفضل بره البيت شوية. واليوم اللي بعده وهي رايحة المدرسة بتشوف هليكوبترات عسكرية بتحوم فوق المنطقة، بتفرح وبتحس إنها اكتشفت حاجة خطيرة. وفي المدرسة بتروح لصاحبتها بول وتطلب منه الكاميرا بتاعت مامته عشان تصور اللي شافته. بول في الأول بيرفض، لكن لما تقوله إنها هتعمل له واجب الإنجليزي مكانه بيوافق فوراً. رينيه أول ما بترجع البيت بتلاقي مامتها ليندا وجوزها تشاس قاعدين مستنيينها عشان يتكلموا معاها. وتشاس بيحاول يظهر بمظهر الطيب وبيقول إنه دخل مجموعة دعم عشان يبطل شرب، وبيطلب منها تتعاون معاه عشان المرة دي جد بقى. بس رينيه مش مقتنعة خالص وبترد عليه بغضب، أنت كنت سكران من 24 ساعة بس. وهو يرد بكل برود ويقول لها إنها خارجة عن الموضوع، وكل ده عشان خاطر ليندا، وبيطلب منها تبذل مجهود شوية عشان الجو بينهم يتحسن. وبعدها بيسيبهم ويمشي، وليندا تحاول تهدي بنتها وتقول لها صدقيني هو فعلا بيحاول يتغير. لكن رينا تقول لها ما اعتذرش حتى على اللي عمله امبارح. وهنا بتدخل أوضتها مقهورة، وجوه أوضتها بتبدأ تكتب قائمة بالحاجات اللي محتاجاها عشان ترجع تاني للمخلوق الغريب. تستنى لما الكل ينام وتتسحب بهدوء. وفي اللحظة اللي بتاخد فيها مفاتيح عربية شاس وبنكتشف إنها مش رايحة تتمشى، هي رايحة تاخد المسدس اللي مخبيه في العربية. وأثناء ما بتدور تكتشف الحقيقة الصادمة، العربية بتكون مليانة زجاجات خمرة فاضية،
يعني الراجل لسه زي ما هو ولا ناوي يتغير ولا حاجة. ورينا بتاخد المسدس وتروح للمكان اللي شافت فيه الوحش أول مرة، وتبدأ تبص من بعيد بالمنظار، بس المخلوق هنا مش موجود. وتتشجع وتقرب شوية وتلاقي شوية حيوانات ميتة، ومش عارفة دي من عمل وولف ولا الوحش نفسه. لكن وهي بتدقق أكتر بتلاحظ آثار دم لونه أصفر غريب جدا. بتتتبع الأثر ولحد ما تلاقي المخلوق نايم في حفرة تانية، وبتحاول تلفت انتباهه وبتضرب طلقة في الهواء، لكن مفيش أي رد فعل. فتقرر تقرب وتصور بنفسها عشان تثبت إن اللي شافته حقيقي. بتظبط الكاميرا وبتقول بخوف لو حصل لي حاجة اللي يلاقي الفيديو ده يوصله لمامتي. وبين دقات قلبها اللي سريعة بتقرب من المخلوق، ولما بتوصل تكتشف إنه محبوس في فخ بببة، وبشجاعة بتستخدم قطاعة وتفكه من الفخ. بس الصدمة إنه ما بيتحركش خالص. تفتكر إنه مات وتتحسر إنها وصلت متأخر، وبتقرر على الأقل تصور صورة عشان تثبت وجوده. فبتبعد عنه شوية عشان تجيب الكاميرا. والوحش هنا بيبدأ يقوم ورا رينيه بهدوء، وهي لسه فاكراه ميت ومش واخده بالها. وبتقرب من الكاميرا وفجأة المخلوق بيهجم عليها. رينيه بتقع على الأرض والوحش فوقها، ومش قادرة تتحرك ولا حتى تبص عليه من كتر الرعب. بس الغريب الوحش ما بيهدمهاش، بالعكس بيقرب منها زي الكلاب ويبدأ يلحسها بهدوء. والبنت تكتشف إنه مش عدواني خالص، فيبعد عنها وهي بتبصله بخوف واندهاش في نفس الوقت. وبعد شوية الوقت بيعدي، ورينيه بتحاول تفهم الكائن ده إيه بالظبط، وبتحاول تأكله فاكهة لكنه بيرفض الأكل تماماً. وتفضل تدور في شنطتها على أي حاجة ممكن تعجبه، لكن فجأة بتسمع صوت هليكوبتر بيقرب. ورينيه هنا بتحاول تحذره بخوف، ابعد عنهم، دول تبع الحكومة، خطر. ومش عارفة هو فاهمها ولا لأ، بس بتقفل الكاميرا وتقول له سلام يا صاحبي الجديد. وبترجع البيت تراجع الفيديو اللي صورته، لكن تكتشف إنها نسيت مسدس تشاس في الغابة. بتقرر تروح ترجعه، ولما بتخرج بتتصدم إن الكائن الفضائي ماشي وراها لحد البيت، وبتحاول تمشيه بس مش بيروح. فتقرر تخليه يجي معاها في مهمة استرجاع السلاح. وفي الطريق هي مرعوبة جدا، بتفكر لو مامتها أو جوزها شافوه أكيد هيودوه للحكومة أو يبيعوه. وفجأة الكائن بيختفي في الضلمة، ورينيه بتنادي عليه بخوف. وفجأة بيظهر وراها وبيمد إيده عليها وبيعمل ربطة غريبة بينه وبينها، كأنه بيشاركها طاقته أو بيحميها. وتاني يوم رينيه بتصحى وتلاقي الوحش نايم جنبها، فبتقوم تجري تحضنه بحب، خلاص بقى صاحبها بجد. وتاخده معاها البيت وتنجح تخبيه في البدروم تحت. وفي الناحية التانية الحكومة كلها في حالة طوارئ. بعد سقوط الجسم الفضائي بدأوا يدوروا على أي خيط يوصل لهم للمخلوق. التحقيق مسكوا عاملين جوناثان وبراون. جوناثان متضايق وبيقول إنه حذر من الموضوع ده من البداية، لكن بيروقراطية الحكومة دايماً مأخراهم. أما رينيه فبتستني لما البيت يفضى عشان تدخل صاحبها البدروم بهدوء، وبتحاول تأكله لحمة لكنه بيرفض تاني. فتاخده على أوضتها وتعرفه على حيواناتها الأليفة، بس الوحش بيبص للتعبان وجائع بطريقة مريبة. رينيه بسرعة تمنعه وتقوله دول مش أكل، دول أصحابي. ورينيه هنا بدأت تتعلق بالمخلوق الفضائي وقررت تدلعه وتسميه كروك. وبالليل جابت الجيتار وبدأت تعزف نفس الأغنية اللي كانت بتلعبها زمان. ولما عزفت لاحظت إن كروك بيتفاعل مع المزيكا، وساعتها فهمت إنه خايف من حاجة، فقربت منه وقالت له بهدوء ما تخافش، أنا هحميك على قد ما أقدر. وفي الوقت ده ليندا رجعت من الشغل، فتحت الموبايل ولقت رسالة من تشاس بيقول فيها بقالي 48 ساعة نضيف. بس هي عيطت فوراً لأنها عارفة إنه بيكذب. وفي نفس اللحظة رينيه كانت قاعدة مع كروك في البدروم بيتفرجوا على التلفزيون سوا، ولكن فجأة حد خبط على الباب. فرينيه هنا توترت جداً وخافت إن مامتها تكتشف وجوده، فقامت بسرعة وطلعته بره البيت. وليندا دخلت البيت وشافت الكركبة في كل حتة فغضبت أكتر. وفي نفس الوقت بول قرر يعدي عند رينيه ياخد الكاميرا بتاعته، وليندا رحبت بيه ودخلته البيت. وبول دخل أوضتها شاف صورة عديمة ليها مع باباها وقعد مستنيها شوية. ورينيه رجعت البيت ولقت مامتها مستنياها وبتسألها عن سبب الكركبة وليه ما راحتش المدرسة. رينيه حاولت تبرر إنها كانت تعبانة، بس لما فهمت إن مامتها عرفت إنها زوغت طلعت تجري فوق بسرعة، وهناك لقت بول قاعد بيتفرج على الفيديو اللي صورته. ولما سألها ده إيه؟
قفلت الباب بسرعة ووشها اتقلب. بول استغل الموقف وسحب الشريط من الكاميرا وخباه في جيبه من غير ما تحس. ورينيه في الأول حاولت تلف وتداري وقالت له إنها عملت الفيديو عشان تتشهر وتكسب فلوس، لكن بول شاكك فيها جدا وقال لها أنا ليا حق أعرف الحقيقة لأن الكاميرا دي بتاعتي. ولما واجهها أكتر قالت له إن الفيديو متفبرك زي الأساطير اللي الناس بتعملها أونلاين، لكن وهي بتراجع الكاميرا اكتشفت إنه خد الشريط فعلا، وبدأت بينهم خناقة ومناهدة، والدنيا اتقلبت فوق تحت. وليندا سمعت الدوشة وافتكرت إنهم بيعملوا حاجة غلط، فدخلت عليهم الأوضة بسرعة، والاتنين اتكسفوا. بول وهو زهقان ومتوتر قال لها إنه هياخد الشريط ويسلمه للشرطة. ساعتها رينيه اتزنقت وما بقاش عندها حل تاني، فقالت له طيب تعال ورايا وهقول لك الحقيقة كلها. ونزلت بيه عند باب البدروم وقالت له قبل ما نكمل تأكد إنك فعلا عايز تعرف. وبتحذير هادي نادت على كروك وقالت له جبت لك صاحبي معايا. وفجأة كروك زنجر بصوت مرعب وبول اتجمد في مكانه من الخوف. ولما كروك قرب منهم كان شكله مش ودود خالص وبيتهيأله إنه هيهجم عليه. بس قبل ما تحصل مصيبة رينيه جريت ووقفت قدام كروك وقالت له لا يا كروك ما ينفعش تأذيه، ده كمان صاحبي. وهنا بول من كتر الرعب بدأ يترعش، ولما كروك قرب منه وشمه الولد حرفيا رجع ورا وهو مرعوب جدا لدرجة انه أغمى عليه وعملها على نفسه. رينيه وقفت مصدومة وقالت كنت متوقعة ده. واستنوا شوية لحد ما الولد فاق، وأول ما فتح عينيه وشاف المخلوق قدامه بدأ يصرخ. ورينيه حاولت تهديه وحطت إيدها على بقه وقالت له اهدى وثق فيا. وقامت قربت من كروك وبدأت تغني نفس الأغنية اللي دايما بتهديه، وساعتها المخلوق فعلا هدي وبقى مبسوط. وبول اتبهر بالمنظر وطلعوه من البدروم، ورينيه ترجته إن ما يقولش لحد عن كروك. وبول وافق ورجع لها الشريط وقال لها صاحبك ده حاجة غريبة بس شكله طيب. بس من بعيد براون وعميل تاني كانوا بيراقبوهم ويسجلوا كل كلمة. وفي المدرسة تاني يوم بول قال لها إن كروك مش عايز ياكل الأكل اللي بتديهوله، فاقترح يروحوا الصحراء بالليل يمكن يحب اصطاد بنفسه. رينيه رفضت في الأول بس وافقت بعدين. وبالليل فعلا خرجوا وشافوا شوية خنازير برية، ولما كروك لمحهم هجم عليهم زي الوحش وأكلهم. وبعد ما خلص رجع لها بشوية لحمة كأنه بيقول لها خدي اتفضلي. وهي ضحكت وقالت له إنها شبعانة، وشكرت بول على اللي عمله وقالت له الليلة دي عمرها ما تتنسي. وبول حاول يحضنها لكن كروك هنا زمجر ووقفهم فورا. وفي طريقها للبيت رينيه قابلت تشيس سكران ومتعصب وقال لها انتي سرقتي مفاتيحي عشان تاخدي المسدس صح؟ قالت له إنها ضيعته في الصحراء، فجن جنونه وشدها من شعرها وقال لها هعلمك إزاي تحترميني وتخافي مني زي زمان. كروك اللي في البدروم حس بخوف رينيه وبدأ يتوتر جامد. هي كانت بتحاول تهرب وبتصرخ لمامتها، لكن تشيس مسكها قبل ما بتوصل، والبنت فكرت بسرعة وعضته في دراعه عضة جامدة خلته يصرخ ويرميها في الحيطة، ووقعت على الأرض وما قدرتش تقوم. وهو قرب منها عشان يأذيها، لكن ليندا دخلت في اللحظة دي وزعقت له عشان يوقف. وكروك تحت حس بالخطر فبدأ يخبط راسه في الحيطة لحد ما البيت كله بقى بيترج. رينيه فهمت إنه بيحاول يساعدها، ومامتها قالت لشاس يا مقرف كفاية اللي بتعمله، وطردته من البيت فورا. ليندا حاولت تطمن بنتها بس رينيه كانت غضبانة منها وقالت لها تبعد عنها، ونزلت البدروم وهددت كروك اللي كان لسه متنرفز ومتخض. وتاني يوم وهي رايحة المدرسة وقفها واحد اسمه جوناثان وعرف نفسه كعميل، وقال لها إنه عارف إنها مخبية حاجة وطلب يتكلم معاها. والبنت رفضت وقالت له إنها متأخرة على المدرسة، بس هو هددها وقال لها المرة الجاية هاجي بأمر تفتيش، ولو ما تكلمتيش هتتحبسي بتهمة التستر وحيازة سلاش. وفي نفس الوقت مامتها ليندا كانت جايبة سباك لأن المية مقطوعة، وقال لها يمكن بسبب الزلزال اللي حصل بالليل، بس الراجل قال أنا ما حسيتش بأي زلزال. ونزل البدروم وبدأ يتفقد المواسير لحد ما شاف كروك فجأة، ومن الخضة ضربه بالمفتاح،
وده خلى الوحش يهيج ويهجم عليه بشراسة، بس الراجل قدر يهرب ويطلع يجري لحد عربيته وركبها وهو مرعوب، لكن قبل ما يتحرك بعيد عربية تانية خبطته وحصلت حادثة مميتة. وفي المدرسة ريني كانت شاردة وبتفكر في كلام العميل، طلعت الكارت بتاعه من جيبها بس رجعته وكرمشته. وفي طريق الرجوع وهي في الأتوبيس شافت الحادثة اللي حصلت جنب بيتها، بس ما اهتمتش وكملت طريقها. وليندا استنتها وعرضت توصلها البيت، ولما وصلوا بدأوا يتخانقوا تاني، ورينيه انفجرت فيها وقالت: أنا عمري ما اعتمدت عليكي في أي حاجة، كل اللي بيحصل ده غلطتك. وبعد شوية الهدوء رجع، بس التوتر كان مالي الجو كله. وليندا قالت لرينيه إنها كانت جايبة سباك يصلح المواسير، والكلمة دي بس خلت وش رينيه يتقلب تماما. ونزلت البدروم بسرعة ولقت الدنيا مقلوبة وكل حتة مليانة دم. وقربت من كروك لقت فيه جرح واضح وسألته بخوف: أنت أكلت الراجل؟ وفجأة افتكرت الحادثة اللي شافتها الصبح وفهمت إن كروك هو السبب، بس الراجل قدر يهرب قبل ما يخلص عليه. وقالت له هي مرعوبة: ما ينفعش تفضل هنا تاني، ماما ممكن تنزل أو تجيب سباكين تاني، ولو حصل كده ممكن يتأذي ناس أكتر. في الوقت نفسه العميل براون راح لبول وسأله شوية أسئلة غريبة. بول اتوتر واتصل برينيه بسرعة وقال لها يتقابلوا في نفس مكان الصيد، واتقابلوا بالليل ورينيه كانت محضرة خطة: هاخد كروك معايا المحمية الطبيعية وهنعيش هناك بعيد عن الكل. وبول اتصدم وقال لها: انت اتجننتي؟ ردت عليه بهدوء وقالت له: أنا مش بطلب إذنك، أنا بطلب مساعدتك بس. وبول قال لها إن في راجل قبله وسأله عن كروك، واعترف كمان إنه هدده بالطرد من البلد، لكن طمنها إنه ما قالش حاجة عنهم. ورجعت رينيه البيت وبدأت تجهز للهروب، وكتبت ورقة لمامتها بتشرح فيها كل حاجة، وخدت عربية تشاس وهتطلع تمشي بيها. لكن قبل ما بتلحق تشاس ظهر فجأة ومعاه مسدس وجرها بره البيت بالقوة. وفي الوقت ده العملاء كانوا بيقربوا من المكان اللي فيه كروك، وتشاس حبسهم في أوضة ليندا وبدأ يتعصب ويضرب فيها. ورينيه كانت بتحاول تفكر في طريقة تهرب بيها، ولما شافت أمها بتتضرب جريت بسرعة، لكن تشاس لحقها ومسكها وكان خلاص هيقتلها. وفجأة كروك وصل وهاجم تشاس بشراسة وقتله بطريقة وحشية جدا. ورينيه كانت بتصرخ وبتقول له: كفاية كروك خلاص، بس هو ما سمعش كلامها، وبعد ما خلص بصلها وشاف الخوف في عينيها فقرر يهرب بعيد. وبعد شوية بول وصل وشاف اللي حصل، ولما رينيه حاولت تشرح له قالها له ببرود: خلاص أنا مش هساعدك تاني. وكشف الحقيقة المرة إنه سلم كل حاجة للفيدراليين. وجوناثان وصل البيت سلم على ليندا بابتسامة باردة، لكن رينيه كانت بتغلي من الغضب ناحية بول اللي اعترف إنه ما كانش عنده اختيار، لأن عيلتي كانت هتطرد من البلد، سامحيني. جوناثان أكد كلامه، ولما رونيه حاولت تهرب طلع المسدس بسرعة وضرب على كاوتش العربية، والبنت اتقبض عليها وربطوها في كرسي زي المجرمين. والعميل لاحظ بسرعة إن في رابطة قوية بينها وبين كروك، وقال لها بصوت بارد: كنت أتمنى الموضوع يكون مختلف، لكن شكلك هتخليني أكون قاسي. ومسك صباعها وكسره فجأة، ورونيه صرخت من الوجع، وكروك حس بيها فوراً وجري بأقصى سرعته عشان ينقذها. لكن الفيدراليين كانوا مستعدين وقدروا يسيطروا عليه بعد معركة عنيفة. ورونيه بتعيط وبتصرخ: بلاش تأذوه، هو مش مؤذي. بس العميل أمر بتخديرها والبنت نامت غصب عنها. نقلوهم هما الاتنين لمقر فيدرالي سري، ورونيه كانت في أوضة معزولة. ولما فاقت أول حاجة قالتها: قتلتوه، كروك مات. جوناثان رد ببرود: أيوة، وخدنا كل اللي كنا محتاجينه. رونيه ساعتها اتجننت وتفت في وشه وهي بتقول: انتوا وحوش. بس هو ابتسم وقال: أنت اللي في ورطة كبيرة، التستر على كائن خطير جريمة فيدرالية. وردت بغضب: هو دلوقتي بقى حرام أساعد مخلوق غريب؟ فقالها: مش قانونياً، بس في ناس فوق بتكره النوع ده جداً. وقتها كشف لها إن دي مش أول مرة حد يقابل مخلوق زي كروك، بس هي الوحيدة اللي نجت، وقال لها إنها هتكون جزء من دراسة خاصة. فسألت بخوف: دراسة عن إيه؟ قالها وهو مبتسم ابتسامة شيطانية: عشان نعرف أكتر طريقة مؤلمة نقتلهم بيها. ساعتها رينيه ردت: ولو رفضت؟ قالها ببرود: هبعت أمك مصحة وخلي حياتك جحيم. وفي نفس الوقت العميل براون واجهه وقال له: إحنا مش المفروض نعيد اللي حصل في أيسلندا. لكن جوناثان تجاهله تماما وقال: هنعمل اللي لازم يتعمل.
وبعدها سمحوا ليندا تشبوت بنتها أخيراً، وقعدت قدامها والدموع في عينيها وقالت كل اللي قالوه ده حقيقي؟ رينيه هنا ما قدرتش تشرح، لكن لما أمها طلعت الورقة اللي كانت سايباها قالت أنا كتبتها وأنا مش عارفة أعمل إيه. ليندا ساعتها ابتسمت وقالت لبنتها بس اللي فيها صح، قلبك طيب زي أبوكي. وبراون بيقطع كلامهم وبيسحب ليندا بره الأوضة، وجوناثان بيقول له عندك 5 دقايق تخلي البنت تقرر. في الوقت ده رينيه بتحاول تفك نفسها بس مش قادرة، ولأنها حاسة بالرابطة اللي بينها وبين كروك وتبدأ تأذي نفسها وتكسر صباعها عشان تحفزه يتحرك. وكروك بيبدأ يتفاعل فعلا بس لسه مربوط، فالبنت بتكسر صباعها التاني وتصرخ من الألم، والعملاء بيسمعوا الصوت ويبعتوا تعزيزات، لكن كروك بيفك نفسه وبيهاجم على الكل. وفي أوضة التحقيق رينيه بتحاول تدافع عن نفسها وبتعض الراجل اللي بيحاول يعتدي عليها، بس براون بيوقفه. وفجأة أنوار القاعدة تترعش والمخلوق بيكون بره الباب، وكروك بيكسر الباب وبيهجم على العملاء، بس رينيه توقفه في آخر لحظة وبتقول له ما تقتلهمش، ما تبقاش زيهم. والاتنين هنا بيهربوا سوا من القاعدة، لكن جوناثان بيفوق وبيطلع وراهم بالسلاح، ورينيه بتحاول تسرق عربية وتحط كروك فيها، لكن جوناثان بيظهر ويضرب نار، والاتنين بيستخبوا ورا العربية، وكروك هنا بيقرر يهاجم عشان ينقذها، وبيتصاب كذا مرة لكنه بيقتل جوناثان، وبعدها هو كمان بيقع ويموت بين ايديها، ورينيه بتنهار وتعيط، وليندا بتيجي تطبطب عليها. وبعد كام يوم رينيه قاعدة لوحدها على المرجحة بتعزف الأغنية اللي كان بيحبها كروك، بس المفاجأة إن العلماء كانوا بيدرسوا جسم كروك وبيكتشفوا إنه لسه عايش، يعني القصة لسه ما خلصتش والمخلوق راجع تاني. دي كانت نهاية فيلم، ولو عجبك الملخص ما تنساش اللايك والكومنت والاشتراك، واستناني في فيلم جديد. سلام.